السلام عليكم يا نجوم الخير. كالعادة الفيديو ده معمول مخصوص علشان يحللكم مشكلة جننت الكل. المشكلة متعلقة برسالة واتساب، لازم تستخدم تطبيق واتساب الرسمي علشان تدخل الحساب، وطبعا كلنا تعبنا من الرسالة دي. بس اسمح لي أقولك حاجة مهمة جدا، النهاردة مش هتخرج من الفيديو غير وانت مشكلتك اتحلت 100% وبإيدك. لكن قبل ما نبدأ يا نجم، شايفك لسه ما عملتش لايك. دوس لايك بسرعة واشتراك للقناة لو لسه ما اشتركتش، وشارك الفيديو مع أي حد من صحابك عنده نفس المشكلة، لأن الحل النهائي عندنا هنا وبس. يلا بينا نبدأ. أول خطوة هنفتح متصفح جوجل كروم ونكتب في البحث دعم واتساب. هتظهر لك أول نتيجة، دوس عليها. في الصفحة اللي هتفتح لك انزل شوية هتلاقي كلمة تواصل معنا مكتوبة بالأزرق، دوس عليها. دلوقتي هننزل تحت ونختار التواصل مع فريق دعم الحساب، وده مهم جدا لأن ده القسم اللي بيحل مشكلة الدخول للحساب. هتفتح لك صفحة جديدة، ركز في الخطوات دي كويس. عندك خانة رقم الهاتف، حط رقمك اللي عليه الواتساب. مهم جدا تختار مفتاح الدولة صح. لو من مصر اختار +20، ولو مش عارف ايه رمز دولتك في الاتصالات اعمل سيرش سريع على جوجل كروم. بعد كده هتكتب رقمك. دلوقتي يجي دور البريد الإلكتروني، لازم تكتب إيميل حقيقي تقدر تدخل عليه، وتأكد تكتبه مرتين عشان ما يكونش فيه غلط. الخطوة اللي بعدها هيسألك أنت بتستخدم واتساب على إيه؟ اختار نوع جهازك. أنا هنا مثلا أندرويد. دلوقتي الأهم، هتلاقي مربع كبير تكتب فيه رسالتك لفريق الدعم. اكتب لهم كده: مرحبا، لا أستطيع تسجيل الدخول إلى حسابي على واتساب بسبب ظهور رسالة تطلب استخدام التطبيق الرسمي. أرجو منكم المساعدة في استعادة الحساب في أسرع وقت ممكن. شكرا لكم. وأخيرا دوس على التالي، وبعدها على إرسال سؤال، وبكده تكون بعتت مشكلتك رسميا لفريق واتساب. الميزة هنا إن الدعم بيرد خلال 24-48 ساعة بس، وغالبا بيبعتوا ليك الحل النهائي على الإيميل. يعني ببساطة مشكلتك خلاص في طريقها للحل. وده كان الحل النهائي اللي الكل مستنيه، سهل، أيوة، مضمون 100%. ولو لسه عندك أي استفسار اكتب لي في التعليقات، وأنا هكون معاك خطوة بخطوة زي ما عودتكم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شير الفيديو مع صحابك، يمكن تكون السبب في حل مشكلتهم. أشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام يا أبطال.